أن يستدلوا بها على ما يقولون من تخويف الناس من الحل الإسلامي. يعني يطلع واحد يقول في خطبة كلام يخوف الناس، أو واحد يقول فتوى يخوف الناس، أو واحد يقف أو بعض الناس يقف في موقف يخوف الناس. هذه الخطبة أو هذه الفكرة أو هذا الموقف ينسبه من فعله جهلا بالإسلام، ويستغله أعداء الإسلام في تخويف الناس من الإسلام. وهذا راجع في الأساس إلى، يعني اسمحوا لي، إلى تكاسل أصحاب الفهم الصحيح للإسلام في عرض الإسلام الصحيح. يعني إذا كان في ناس فاهمة الإسلام غلط وبتعمله غلط، إذا كان في ناس فاهمة الإسلام غلط وبتفتي فيه غلط، إذا كان في ناس فاهمة الإسلام غلط وعلى أساسه بتقف في موقف خطأ، فهذا ناتج على إن اللي فاهمين الإسلام صح ما وضحوش، اللي فاهمين الإسلام صح ما بينوش، اللي فاهمين الإسلام صح تكاسلوا وليس لهم دور وليس لهم فكر وليس لهم صوت كما هو صوت الآخر. المهم إن أعداء الإسلام يستغلوا أعداء الحل الإسلام يستغلوا هذه الأفكار وهذه المواقف وهذه الفتاوى، وهم يعني أساتذة في علوم الصوت ويملكون منابر إعلامية قوية في فضائيات وفي جرايد، وقال شوفوا الإسلام لما يجي يطفش غير المسلمين من بلده ويقول مش عاجبه يروح كندا ولا يروح أمريكا. هذا شوفوا غير الإسلام هيفرض الجزية على مش عارف، هذا شوفوا الإسلام لما يجي مش هيعترف، هذا ويستدل بفتاوى وأفكار ومواقف لآخرين. ومن القضايا التي يعني توضع قنبلة في طريق الحياة الإسلامية أو شبهة كبيرة هي وضع غير المسلمين في الدولة الإسلامية. يقولوا أنتوا مسلمين وإحنا مثلا نصارى وإحنا يهود وإحنا كذا وإحنا كلنا أبناء هذه الدولة، إذا طبق الإسلام إحنا حقوقنا هتهدر، إحنا حقوقنا هتهدر، إحنا مش هندخل درجة ثانية في هذه البلد، فالإسلام كده إحنا مش عايزينه، خلينا في حاجة إحنا وأنت لا نطبقوا الإسلام ولا نطبقوا المسيحية مثلا، وخلينا في العلمانية وخلينا في الديمقراطية وخلينا في الكلام ده عشان نبقوا كلنا على أرضية واحدة. هذا فهم خاطئ للإسلام، ويجب علينا أن نوضح أن الإسلام بمفاهيمه، الإسلام بأفكاره، الإسلام بأحكامه، الإسلام بحضارته، الإسلام بتاريخه هو أحسن ما يمكن أن يعاش في ظله في هذه الحياة الدنيا. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين ده مش المسلمين بس ومش البشر بس، رحمة للعالمين يعني كل ما على وجه هذه الأرض، كل ما في العالم محمد صلى الله عليه وسلم جاء رحمة له، جاء رحمة للمسلمين في الدنيا والآخرة، وجاء رحمة لغير المسلمين في هذه الدنيا. لكن الموضوع غير المسلمين في الدولة الإسلامية موضوع يعني طويل الذيول كثير التفاريع كثير الشبهات، فهنكتفي فيه بعض خطوط عريضة نستطيع من خلالها أن نفهم التفصيلات الصغيرة. نتفق على هذا، احنا مش هنتكلم في كل شبهة بتقال، مش هنتكلم في كل مشكلة بتقال ونقدر نرد عليها، لأن هذا الموضوع يحتاج إلى عدة لقاءات. لكن يكفينا في هذا أن نضع خطوطا عريضة لفهم الإسلام. هذه الخطوط العريضة إن شاء الله لو فهمناها فهما صحيحا كفيلة بأن نخرج عليها ونفهم بها التفريعات الصغيرة. صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. الخط الأول الذي يجب أن نفهمه في قضية غير المسلمين في الدولة الإسلامية هو أننا يجب أن نفهم أن غير المسلمين في الدولة الإسلامية ليسوا صنفا واحدا. يعني غير المسلمين بالنسبة للمسلمين مش كلهم صنف واحد في سلة واحدة عليهم أحكام واحدة ونزلت فيهم أحكام تعمهم جميعا. لا، الإسلام قسم غير المسلمين من ناحية العقيدة الفقهية، وقسم غير المسلمين من ناحية علاقتهم بالدولة الإسلامية أربع فرق. يهمنا تقسيم لهم من ناحية علاقتهم بالدولة، علاقتهم بالسياسة، علاقتهم بالدولة المسلمة. فالإسلام قسمهم من ناحية الدولة المسلمية أربع أصناف، كل صنف له أحكامه الخاصة به. الذي من الخطأ الشديد أن تنزل هذه الأحكام على صنف آخر، والخطأ اللي بيحصل اللي ياخد حكم نازل في صنف ينزله على صنف ويستدل بآية ويستدل بحديث، وأنت تسمع الكلام وتجد قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إيه؟ مش كده نقول حاجة،
لكن الخطأ ليس في الآية وليس في الحديث، ولكن الخطأ في تنزيل الآية والحديث على الواقع. زي الأصوليون ما يقولون الخطأ في تحقيق المناط، هي نازلة في دي ولا مش في دي؟ فالصنف الأول من غير المسلمين بالنسبة للمسلمين هم المحاربون، يعني ناس بيحاربوا الدولة المسلمة، يعني أعلنوا علينا الحرب زي اليهود في فلسطين. دول محاربين احتلوا أرضنا وأخذوا مقدساتنا ودنسوها واغتصبوا الأعراض وأخذوا الأموال وأخذوا الأرض. هؤلاء لهم أحكامهم، دول محاربين احنا نحاربهم. وفي نشر كل الآيات التي تتحدث عن القتال لغير المسلمين. القتال لغير المسلمين تنزل عليهم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة أشد من القتل. دول في المحاربين. ده صنف. الصنف الثاني هم المعاهدون. الصنف الثاني ناس عاهدوا دولة مسلمة، دولة مسلمة وفي دولة غير مسلمة، يهود، نصارى، مجوس، أي حاجة، ولكنهم قالوا للمسلمين لا حرب بيننا وبينكم، احنا عايزين ايه يا مسلمين؟ احنا ليه مشروع عايزين كذا 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 موافقين على العهد، ويعملوا عهد بيننا وبينكم على حسن جوار، عهد سلام، عهد أي حاجة. دول الصنف آخر نزلت فيه الآيات، قال مثل قول الله سبحانه وتعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. دول ناس لهم عهد، فوجدنا ان احنا نتم اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. الصنف الثالث يسمون المستأمنين. ايه المستأمنين دول؟ ناس من الصنفين الاولين، افراد، يعني ناس من المحاربين او ناس من المعاهدين. بس المحاربين المعاهدين في بلادهم، لكن دول عاوزين يجوا بلادهم، فقلنا بعد سنتهم احنا هندخل عندهم. تدخلوا تعملوا يا جماعه عايزين نوصل رساله، ومن دوله بتحاربنا بس قال انا جاي نوصل لك رساله، او دوله بتحاربنا بس قال انا جاي نتعامل معاك، او دوله بتحاربنا بس قال انا جاي سائح، او زي دوله بتحاربنا وقال انا جاي تاجر، واذنت له في الدخول، فاعطيته حاجه في الفقه الاسلامي اسمها ايه؟ عقد استئمان، اسمه مستأمن، فامنته انت، قلت له انا موافق انك تدخل. هؤلاء لهم احكام خاصه، والاصل في بابهم: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله